بتجرب تعمل دايت او بتقلل كميات السكر في المشروبات بتاعتك وعايز تختار افضل بديل للسكر؟ كمل معايا لاخر الفيديو عشان هتعرف شويه حقائق مهمه جدا عن بدائل السكر وازاي تختار احسن واحد فيهم. في الاول خالص احنا عندنا بدائل السكر دول نوعين، يا اما تكون صناعيه احنا عاملينها في المعمل وبعدين اتصنعت وبعدين طلعت بعد كده بقت منتج، او تكون مستخلصات طبيعيه ودي بتكون ليها تاثير مختلف. بالنسبه للي كانت السينثيتك او اللي هي الصناعيه عندنا ثلاثه. اول واحد فيهم كان السكرين، ده دلوقتي مبقاش موجود قوي ولكن رجعت بعض محلات الحلويات تستخدمه. ربطوا بينه وبين السرطان زمان وبعدين طلع بريء من الموضوع. وبعدين عندنا بعد كده الاسبارتيم وده برضه استخدام بدا يقل شويه ولكن لا زال في المشروبات الزيرو دايت. مشروبات كتير قوي يقول لك انا دايت مش حاطط سكر، فبيحط الاسبارتيم او يحط الاسيسولفام او يحط النوع الثالث وهو السكرالوز. الاسبارتين فيه 3 مشاكل صغيرين. المشكله الاولانيه اللي بيعمل عندي طعم مراره كده في النهايه. النقطه الثانيه في الاسبارتين ان ما ينفعش للاطفال تحت ال3 سنوات. رقم 3 ما ينفعش للناس اللي عندها مشكله في التخلص من حمض اميني مهم اسمه فينايل الانين، والمتلازمه دي اسمها الفينايل كيتونيوريا. انما في حاجه مهمه اتربطت مع الاسبارتين مؤخرا، لو من اللي ممكن استخدام الاسبارتين لفترات طويله ياثر عندي على البكتيريا النافعه اللي عايشه معايا في القولون، اللي هي كنا قلنا اسمها ايه قبل كده؟ قلنا البروبايوتكس، ودي كانت ليها دور كبير جدا في ضبط معدلات الاكل بتاعتي واحساسي بالشبع والشهيه وكمان مقاومه الانسولين. وعشان كده ربطوا ما بين استخدام الاسبارتين وممكن يسبب زياده الوزن. مش كده وبس، ده ممكن كمان يزود مقاومه الانسولين. تعالوا نروح لتاني واحد وهو السكرالوز، وده عاده المنتجات بتاعته بيكون لونها اصفر سواء اكياس او عبوات فيها تابلتس او عبوات كبيره بتاخد منها الباودر بالمعلقه. السكرالوز امن من الاسبارتين، ما عندوش الطعم المر في الاخر. السكرالوز بيتحمل درجات الحراره العاليه وممكن يستخدم عندنا في البيكنج ونعمل بيها شويه بيكرز كده في البيت بالدقيق الكامل للناس اللي بتحاول تعمل دايت او مرضى السكر. العلاقه بينه وبين زياده الوزن لا زالت مش مثبته، وعلاقته بالبروبايوتكس في شويه كلام فيها. تاخدوا بالكم كمان في نفس التوقيت ده من سنه فاتت كان في ضجه كبيره على استادي كبيره قوي طلعت من فرنسا بتتكلم على ان استخدام الانواع دي من بدائل السكر ممكن تزود فرص الاصابه بالسرطان. ولكن خلينا اقول لكم ان الدراسه ديت كانت فيها عيوب كتير، لان هي كانت اوبزرفيشنال، كانت للمتابعه، ما كانش فيها اي تدخل ولا متابعه لفترات طويله ولا حتى حددت الكميات الناس كانت بتستخدمها ولا حددت الفتره الزمنيه اللي الناس استخدمت فيها. وبالتالي العلاقه بالاورام ما نقدرش نثبتها خالص. نيجي بقى لاحسن واحد وافضل واحد اللي هنتكلم عليه وهو سكر الاستيفيا، وده الوحيد اللي جاي لي من مصدر طبيعي حاليا دلوقتي. والاستيفيا دايما بنشوف الاكستراكت بتاعه هو الاستيفيوز، ومهم جدا وانت بتشتري العبوات بتاعته تتاكد من نسبه الاستيفيوز اكستراكت، والعبوات بتاعته عاده بيكون لونها اخضر سواء برضه كانت تابلتس او دروبس او حتى ساشيتس او عبوات بتاخد منها برضه بالمعلقه. الاستيفيا دراسات كتير قوي اتكلمت على ان ليه دور ايجابي جدا في تقليل مقاومه الانسولين، مش كده وبس، كمان هيساعد كمان في فقدان الوزن. من لما الانسولين ريزيستنس عندي تقل معدلات حرق الدهون عندي هتزيد وبالتالي فرص فقدان الوزن عندي بتكون احسن. زائد ان ما لقوش علاقه بينه سلبيه وبين البروبايوتكس. وبناء على الملخص اللي احنا قلناه انت بالنسبه لك افضل اختيار هو الاستيفيا، يليه السكرالوز. اختار اللي طعمه في الاخر خالص يناسبك، لان عاده مش كل الناس بتقدر تستطعم كل انواع بدائل السكر، ولكن يهمني المعلومه العلميه الصح اللي تخليك تختار صح عشان تفتكر دايما ان صحتك اهم.